السلام عليكم. هنعمل مع بعض بيتزا المستعجلين في 10 دقايق من الألف للياء. ده طبعا هتبدأ بيتزا الطاسة. هنعملها في طاسة على البوتاجاز. تاخد مننا بالظبط 10 دقايق من الألف للياء. شايفين مطة البيتزا ما شاء الله معدية المتر. طبعا هتطلع معانا تحفة ممتازة، ولكن عمرها ما هتبقى زي بتاعة الفرن أكيد يعني. هنحتاج معانا حليب، 125 مللي من الحليب، عليهم رشة ملح، وعليهم معلقة فانيليا، وعليهم تقريبا تلت معلقة بيكنج صودا، وعليهم معلقة زيت كبيرة. دول طبعا معلقتين زيت. هحتاج معلقة دلوقتي والمعلقة التانية هحتاجها بعدين. وهنزل بالدقيق بتاعي. هحتاج تقريبا بالكوباية بتاعتي كوباية وربع من الدقيق، وعليها معلقة صغيرة بيكنج باودر. هقلبهم في بعض وبعد كده انزل بالحليب بتاعي. يفضل الحليب بتاعي يكون دافي. اقلب العجينة بتاعتي تقليبة كويسة. ده طبعا قلنا بالكوباية بتاعتي تحتاج معانا كوباية وربع من الدقيق. اقلب العجينة بتاعتي تقليبة مظبوطة. العجينة دي يا جماعة مفيش فيها خميرة، متحتاجش تتخمر يعني متحتاجش تقعد وقت طويل. تقريبا بنريحها شوية حوالي نص ساعة بس ونشتغل فيها تاني. ده كده معلقة الزيت الأخيرة اللي هتديني القوام الناعم للعجينة، وفي نفس الوقت تبقى معايا في الفرد كويسة. طبعا هنريحها بالظبط نص ساعة ونشتغل فيها. حابب نجهز الطاسة بتاعتنا بس نشتغل بيها على طول. ده الطاسة اللي هنشتغل فيها. احنا ريحنا العجينة نص ساعة دلوقتي، وهنبدأ نفرد في العجينة وهنتابع مع بعض الخطوات. أهم حاجة نفرد العجينة متكونش سمكها سميكة أوي، متكونش رقيقة. لو بقت رقيقة العجينة في الطاسة هتطلع معانا ناشفة، ولو بقت سميكة هتطلع معانا معجنة، لأن أكيد مفيش فرن يعني مفيش نار على البيتزا من فوق، فمحتاجة العجينة تتظبط معانا شوية. يعني السمك بتاعها يبقى مظبوط، والأطراف متكونش سميكة. يعني في اللي بيفرد العجينة كويس بس تلاقي الأطراف بتاعته سميكة. لا، احنا نحاول نفردها كلها فردة كويسة. وهنا بعد ما فردنا العجينة الفردة المظبوطة هنحضر الطاسة بتاعتنا وهننزل بها على النار. بس هندهنها الأول دهنة من الزبدة. ندهن الطاسة من تحت دهنة كويسة والجناب معانا، عشان أول حاجة متلزقش وفي نفس الوقت نساعدها على السوا المظبوط. كده كده الطاسة بتاعتنا تيفال فمش هتلزق فيها حاجة، ولكن ده هتساعدها على السوا المظبوط. نسوي العجينة بتاعتنا على نار متوسطة. النار مش محتاجة نار عالية أوي، نار متوسطة، ونفضل معاها لغاية لما تستوي معانا كويس من تحت. طبعا كده بعد ما استوت معانا من تحت هنقلبها القلبة دي. وبعد ما قلبناها هنبدأ نشتغل على على الجنب اللي فوق اللي هو اللي استوى. نفرد بعد الصلصة بتاعتنا. أهم حاجة يا جماعة تبقى الحركة بتاعتنا من دلوقتي كده سريعة شوية. يعني إيه سريعة؟ يعني نبدأ نفرد الصلصة بسرعة ونحط المكونات بتاعتنا، بحيث إن الجبنة تنهض تسيح على بال ما تكون العجينة بتاعتنا من تحت استوت. لأن طبعا لو حطينا الجبنة بتاعتنا والعجينة بتاعتنا من تحت استوت واحنا مطلعناش من الطاسة، ايه اللي هيحصل؟ العجينة بتاعتنا هتنشف زيادة عن اللازم. ليه هننشف العجينة زيادة عن اللازم؟ عشان هنضطر ان احنا نستنى شوية عشان نسيح العجينة، نسيح الجبنة. فاحنا هنفرد الجبنة بتاعتنا والفلفل والطماطم والصلصة، كل ده نحاول في السريع، بحيث ال5 دقايق اللي العجينة فيهم من تحت بتستوي تكون الجبنة ساحت. لان احنا لو قعدنا وقت طويل نفرد في الحاجه بتاعتنا، يعني نفرد في الجبنه والفلفل والطماطم. الفلفل والطماطم مش مشكله، بس اهم حاجه الجبنه بتاعتنا نفردها باقصى سرعه. واول ما من تحت تستوي والجبنه تكون ساحت كويس، طبعا اللي عنده غطا وحابب يغطي يغطي، فبس انا عارف ان انا يعني في ثانيه هعملها فهتسيح معايا الجبنه عادي. طبعا اللي هيلاقي خطواته بطيئه شويه يحاول يغطي عليها عشان تطلع معاه مظبوطه. لما يغطي عليها فالجبنه هتسيح معاه كويس. طبعا البيتزا دي طلعت معايا ممتازه ومطة محترمة وكل حاجة كويسة، ولكن أنا أديها الصراحة
60% بالنسبة لبتاعة الفرن. بتاعة الفرن عشان بتبقى متخمرة، تبقى العجينة هشة زيادة عن اللازم، وتبقى طرية زيادة عن اللازم، مبيبقاش فيها أي نشفان نهائي. دي بتبقى إيه شادة شوية عشان طبعا ما اتخمرتش. شايفين من تحت السوا بتاعها؟ طبعا وريتكم السوا بتاعها من فوق، وهندوق مع بعض ونشوف الطعم. طعم ما شاء الله على الجبنة ومطة الجبنة وكل حاجة فيها كويسة جدا، ولكن العجينة الصراحة فيها سنة نشفان شوية، عمرها ما تبقى زيها زي اللي في الفرن. مطة، شايفين المطة كأنها معمولة في الفرن وأحسن كمان.